هوجن، النمر، كوبرا، واخيرا الكينج. اسامي رنانه، القاب قويه، وبطل واحد مفيش غيره بيضرب وبيحب وبيهرب. سؤال بيتردد كل سنه محمد امام بينزل فيها بمسلسل: هل محمد امام لقى الخلطه السحريه وقرر ما يغيرهاش، ولا هو فعلا بيعيد وبيكرر في نفسه؟ كوبايه الشاي بتاعتك وتعالى نحلل الحكايه. عشان نجاوب على السؤال ده لازم نرجع ل 2017، مسلسل لمع القط. دي كانت الانطلاقة الحقيقية لمحمد إمام كبطل درامي رمضاني. هنا محمد إمام قدم شخصية الشاب البسيط الجدع اللي بيتورط في مصيبة أكبر منه بكتير، وهو إنه خطف اتوبيس مدرسة وبيحاول يثبت براءته. المسلسل كان ميكس ذكي جدا بين الكوميديا اللي وارثها عن الزعيم وبين الأكشن. الخلطة نجحت، ومن هنا إمام عرف إن الجمهور بيحب يشوف فضول البطل الشعبي الجدع. وفي 2019 إمام قرر ياخد الخلطة دي ليفل الوحش وقدم هوجن. هنا احنا مش قدام شاب عادي، احنا قدام سوبر هيرو شعبي، قوة خارقة، طيبة زيادة عن اللزوم، وبرضه بيتورط مع عصابات وكبارات البلد. هوجن كسر الدنيا وكان ترند يومي، وده اللي خلى محمد امام يتاكد ان تيمة البطل الخارق الشعبي اللي كل البنات بتحبه وكل الرجاله بتخاف منه هي التذكره المضمونه للنجاح. وفي 2021 رجع